اقرأ معي أيها الزائر. كربلاء لا كنت كربا وبلاء ما لقي عندك يا آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دمع سال وبير دمع الجرى وضيوف لفلات خفرة نزلوا فيها على غير قراء وفريحا على جال موت بلا. أي لما وصل إلى موضع قبر أبي عبد الله وقف على القبر. وفريحا على جال موت بلا شد لحيين ولا مد رداء غسلوه بدمع الطعن ومايا كفنوه غير بايا وغاية السماء. يا جماعة الزائرين كمجيء العقيلة زينب في مثل هذا اليوم الماضي إلى كربلاء. أقرأ لك الأبياتها وين كان قرئت لكن أعيد لك إياها. يا نازلين بكربلاء هل عندكم يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا وما علامها ما حال جثة ميتين في أرضكم يوم بقيت ثلاث لا يزاير مقامها. بقت عزيزي العقيلة مع سائر بنات رسول الله هذه الكلمة وأرجوك الدعاء. بقوا إلى متى 3 أيام. أنت أيها الزائر بعد مرور 1300 عام على مصرع الحسين بن علي 1320 عام مار على يوم الحسين. مع ذلك ما يرتاح قلبك ما يرتاح ضميرك أن تبقى يومين 3 أيام وإنما تبقى شهر تبقى شهرين. عند أبي عبد الله بعض الزائرين يبقى إلى شهر إلى شهرين إلى 3 أشهر الله يشهد. وقسم من عدن يقول 3 أشهر أيضا ما تفيدني يكون أبقى فرد نصف سنة أو سنة يلا أروح من كربلاء. يعني شو تقول أنت حبك وولائك أعظم أم حب زينب لأخيها أبي عبد الله؟ لا جاوبني رجاء. لا بلا حياء بلا خجل كلكم صيحوا على أن زينب وين وإحنا وين. زينب شقيقة الحسين بن علي. زينب تود أن تقتل نفسها دون أخيها أبي عبد الله. لكن أنا راح أسألك في السؤال تقدر تجاوبني؟ أعتقد يمكن تقدر ولكن يمنعك الحياء يمنعك الخجل ما جاوبني أنا أجاوب بالنيابة عنك. فليش زينب بقت 3 أيام يوم 40 يوم 40 وهذا اليوم واليوم القادم يعني 3 أيام بقت. هذا الحسين سلام الله عليه حبيب قلبها شقيق نفسها وإذا تبقى 3 أيام السبب؟ مع العلم يوم 11 من محرم قالت أخي أبا عبد الله لو خيرت بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل ولو أن السباع تأكل لحمي ولكن مع ذلك كل أحب أن أبقى عندك أبا عبد الله. إيش معنى العاد تبقى زينب 3 أيام بالجلسة 40 وتروح؟ تقدر تجاوب على هذا عيوني؟ الإمام زين العابدين منع. لماذا منع؟ والله لو باقي الإمام زين العابدين بعد أيام لدفن بنات رسول الله هنا عند قبر أبي عبد الله الحسين. لكن خاف على عماته لا سيما خاف على العقيلة زينب لأن زينب ما ارتاحت ليلة من الليالي هاي الليالي الثلاث ولا يوم من هذه الأيام الثلاث اللي مرت عليها تنتقل من قبر إلى قبر تأتي إلى قبر أخيها أبي عبد الله. قال له يا اجي أنا وعلى قبرك قعدنا اجي أنا وعلى قبرك قعدنا أنا خانك يا علي بالحورانة يا دافيان الشيم هذا محلكم يا للشيم
الشيم هذا محلكم يا مولا الموزي ما تبخر هممكم شنو يا والعذر يكرم منكم تخلوا يا ونبذل حرمكم مولا عمري عن الإسلام ولا في عليهم فهو في دارة الحرب إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة وأن تعافينا في أدياننا وفي أبداننا وادفع عن الجميع بلاء الدنيا وعذاب الآخرة لمحمد وعترته الطاهرة وابعث إلى أموات المؤسسين والحاضرين جميعا ثواب الفاتحة.